السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا متابعين، يلا بينا حبايب قلبي لقراءة خفيفة ظريفة زيكم يا أغلى الغاليين. أغلى الغاليين وأنتوا عارفين، عايزة أرحب بكل متابعين المستديمين بدعموني بكل حب، وأهلا بكل متابع أو متابعة جدد انضموا للقناة. أهلا بيكم بين عائلاتكم الجميلة. هنبدأ قراءتنا زي ما احنا متعودين بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنستمد طاقة الفيديو من اسم الله الودود. بسم الله الودود، بسم الله الودود، بسم الله الودود. قراءتنا حبايبي النهارده او كالعاده من مجموعتين، والاختيار على حسب الحجر شكل الكارت. اول حرف من اسم الشخص اللي في بالك، فلو كان اختيارك على حسب الاسوره الالوان الشكل ده من الكروت، او لو كان اول حرف من اسم الشخص اللي في بالك ح غين دال سين الف ط ي كاف جيم ه لام زال ت قاف ضاد، فانتوا حبايبي من اصحاب المجموعه الاولى وهتلاقوا الحروف في صندوق الوصف. اما لو كان اختيارك على حسب الاسوره البيضاء الشكل ده من الكروت، لو كان اول حرف من اسم الشخص اللي في بالك صاد ميم نون زين ظ عين ر ف شين ث واو ب خ، فانتوا حبايبي من اصحاب المجموعه الثانيه، وهتنتظروني قليلا وهتلاقوا ان شاء الله الحروف في صندوق الوصف والكومنت المثبت. يلا بينا نبدأ مع حبايبي أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا الأسورة الألوان والشكل ده من الحروف، وبأول حرف من اسم الشخص اللي في بالك واللي انت داخل تسمع عنه. يلا نقول بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. أصحاب المجموعة الأولى، واو. طيب أصحاب المجموعة الأولى، أنا عايزة أقول لكم إن الشخص دوت في الوقت الحالي، أولا أنا عايزة أقول لك إن الشخص دوت شخص قبل أي حاجة شخص حياته مش سهلة، شخص له اسمه له مكانته له وضعه، حد كده بينال التقدير والاحترام من المحيطين بيه، حد مشهور معروف، دايما مهتم جدا بنفسه للدرجة اللي ممكن تخلي أي حد ممكن يقول عليه شخص أناني، ولكن هو من وجهة نظره إن هو يستحق أن يكون في المقدمة، يستحق أن هو يكون ناجح، يستحق التقدير، يستحق الاحترام، يستحق أن هو يثبت نفسه حتى وإن كان على حساب صحته. يعني ممكن يبذل مجهود لمجرد أنه ينجح في عمل ما أو في شيء ما حتى وإن كان على حساب صحته، يعني حتى لو كانت امرأة وفي بيتها، فدايما تلاقيها ست نظيفة كده في نفسها، نظيفة في بيتها، مجتهدة، بتحب تكون في أجمل شكل ليها. صعب تلاقيها مهملة في نفسها، صعب تلاقيها كسلانة، صعب تلاقي الشخص دوت مش فارق معاه نظرة الناس ليه أو اسمه بين الناس لما يتذكر بإيه، ولكن حد حريص قوي على اسمه، على شكله، على مستواه، على حياته، وكأن الشخص دوت مستعد يحمي استقراره بأي شيء. مش مشكلة، ممكن يضحي بأي شيء لأجل الحفاظ على استقراره أو على اسمه أو على نجاح معين. طيب الشخص دوت ايه طاقته اللي بيعيشها دلوقتي؟ الشخص دوت مش مرتاح أبدا، متضايق وغضبان وعنده خلافات كتير، وبيفكر جديا في انه ياخد قرار، وبيحاول متردد، يعني عارفين اللي هو بيحاول يصبر نفسه ما تاخدش القرار ده، وفي نفس الوقت بيحصل خلافات ومشاكل وبتنشأ صراعات بينه وبين بعض الأشخاص بتجبره انه يجدد الفكرة في الانفصال. ممكن يكون الخلافات دي بينه وبين زملاء في العمل، شريك في عمل ما، او هو من ضمن مجموعة عمل وحاسس ان هو مش بيلقى التقدير اللي المفروض يحصل عليه، وممكن يكون مع اهل، ولكن في المجمل انا شايفه ان الشخص دوت مش مرتاح، غضبان، متضايق، بيتعصب بسرعه، صوته بيعلى بسرعه، واحيانا بيقول كلام بيندم عليه. يعني انا شايفه ان الشخص دوت ندمان على كلام كتير قاله، مواقف كتير صدرت منه، وكأن الشخص دوت حاسس ان هو بيقول كلام فقط.
يعني ما عملش موقف يندم عليه حقيقي، ولكن ندمه كله على كلام. يعني عارفين اللي هو حد حاسس لا انا عايز اخد موقف بقى، نفسي اخد نفسي افاجئ الجميع، بس ما بيعرفش يفاجئ الجميع. ليه؟ لانه متردد، وعلى قد ما بيكون مستعد ياخد قرار بيفكر كتير جدا لدرجة ان بيوجد لنفسه عوائق وصعوبات، او بيوجد لنفسه اسباب تجبره انه ما ياخدش القرار ده. بس لو انت قعدت مع الشخص ده هيتكلم معاك في حاجات كتير، هيتكلم معاك عن حبه ليك على فكرة، هيتكلم معاك انه مش مرتاح ومش مبسوط وانه مش قادر يخطو خطوة واحدة في حياته، هيتكلم معاك انه مش بينام، هيتكلم معاك في انه هو محتار او دايما مجبر انه يختار بين اختيارات كلها صعبة بالنسبة له. فالطاقة العامة بتاعته ما فيهاش راحة، عصبية، خلافات، انفعالات، عايز ينهي علاقة. واضح جدا ان الشخص دوت للي منكم يعلم ان الشخص ده فيه في حياته طرف اخر، فانا شايفة ان طاقة الانفصال متوجهة طاقة الطرف الاخر اللي في حياته. ليه؟ العلاقة بينهم سيئة لأبعد الحدود، تصيد الأخطاء، عدم راحة، مفيش ود، مفيش رحمة، مفيش قدرة على تحمل الطرف الآخر. غير بقى ان شريكك اصلا نظرته للطرف الآخر نظرة فيها تقليل من الطرف الآخر حقيقي. يعني هو شايف ان هو كتير على الطرف الآخر، هو يستحق الأفضل منه، متواجد في العلاقة دي لاعتبارات معينة، لظروف معينة، ولكن هو بداخله هو مقتنع انه من حقه يختار حياته، من حقه انه يقرر ينهي العلاقة دي، ولكن مشكلته بيجي وقت القرار وبيتراجع. وتراجعه عن القرار ده أثر كتير على علاقته بالطرف الآخر. ليه؟ لأن حتى الطرف الآخر كأنه اتأكد انه مرفوض بالنسبة لشريكك. وهنا ممكن يكون كمان الطرف الآخر أهل على فكرة، يعني ممكن يكونوا أهل. ليه؟ كل ما بيحاول يبتعد وينسحب ويكون له مكان لوحده بيتراجع، فهم حاسين أيا كان الطرف الآخر حاسس إن هو مرفوض من شريكك، وبالتالي بيصدر لشريكك طاقة رفض قوية، فأصبحت العلاقة متوترة، العلاقة صعبة، علاقة مبنية على الأمور المادية. وكأن شريكك، أقولها لكم بصراحة ومن غير زعل، شريكك كل ما يشعر إنه محتاج إنه يكون ماديا أفضل، لا هقولها لكم ازاي، كل ما بيكون هو حاسس إن أموره المادية هتاخده الوضع أفضل يعلن الحرب على شريكه. كل ما يشعر إن أموره المادية بتنخفض تلاقيه يتراجع عن موقف الانفصال، فهو أموره المادية متحكمة فيه، ولأن أموره المادية مش مستقرة فبالتالي بتزود طاقة التردد عنده، وده شيء مسبب له حيرة. عنده أحلام كتير، عنده طموح كتير، عنده أهداف كتير، ولكن دايما بيهرب لأنه مش قادر يحقق شيء. فلو انت قعدت واتكلمت معاه يتكلم معاك عن احلامه، مش هيتكلم عن العقبات. هيقولك ان هو مدمن عليك وبيحبك لان انت من ضمن احلامه، هيقولك ان هو مرتبك لان الواقع بالنسبه له مش دوت من احلامه، هو عايز يكون في وضع افضل. هيتكلم معاك انه مش بينام لانه دايما مشتت بسبب التفكير في بكره، احلام عماله بتضيع، فرص عماله بتضيع منه، وهو واقف مكانه بيتفرج عليها وبياخد قرارات لكن ما بينفذش شيء على ارض الواقع. فالشخص ده ما بيقدرش، او في الطاقة دي مش قادر يضع خطة حقيقية لحياته، وطول ما حياته ما فيش فيها خطة حقيقية، طول ما هو هيفضل مشتت. الشيء الوحيد، او هقولك الحاجتين حقيقي، الحاجتين اللي ثابتين عند الشخص ده ما بيتغيروش ومش هيتغيروا: عزة نفسه اللي يصل الى حد الغرور والانانية، معلي جدا استحقاقه، شايف ان هو يستحق الافضل دايما، والحاجة التانية ادمانه عليك وتعلقه بيك. طيب اجي لطاقتك انت يا صاحب المجموعة الاولى. اصحاب المجموعة الاولى انت شخص كأن انت كده يعني لا تقل عنه عزة نفس، ولكن انت مش اناني، لان انا شايفه ان انت في بعض اختياراتك او في بعض قراراتك انت بتضع في الحسبان بعض الامور او المعايير. يعني حتى في عندك معايير، في عندك اسس، في عندك قواعد
ما بتحاولش انك تحلم بعيد عنها، لان ده هيكون في ايذاء ليك او ايذاء لبعض الاشخاص. فانا شايفه ان انت واثق من نفسك، معلي استحقاقك جدا، عندك عزة نفس، شخص حساس لأبعد الحدود. ولأن انت عند شخص حساس قوي، فكأن انت شايف انك لازم تحمي نفسك، يعني كأنك بتحمي نفسك من انك تواجه شخص ممكن يأذيك بالكلام، بتحمي نفسك من شخص ممكن يصدر لك طاقة رفض، بتحمي نفسك من شخص عطلك ظهره وركز على حياته بمنتهى الغرور والأنانية، وهو كان الشخص ده. وشوفوا الكارتين نازلين تحت بعض، هو اختار نفسه فادالك ظهره، وانت بالتالي كأنك بتكمل حياتك وبتحمي نفسك من ان انت تكون مهان او تكون محتاج او تكون ذليل للشخص ده. ولكن صدقوني منكم نسبة مش قليلة على قد ما انت بتحاول تحمي نفسك عملت كده حدود لأحلامك، حدود لأمنياتك مع الشخص ده، وبتحاول تكمل الناقص من حياتك بأنك بتعتمد على نفسك. إما أن أنت بتصبر نفسك وبتقول مسيره يرجع، أو أن منكم أشخاص، لأن قدامي الاتنين يعني سيناريوهين موجودين، لا ده 3 كمان هقول لكم. يعني في مجموعة منكم يا أصحاب المجموعة الأولى بتصبروا نفسكم وبتقولوا مسيره هيرجع، مسيره هيرجع لأنه مش هيلاقي غيرنا، ادانا ظهره قبل كده ورجع. وفي منكم ناس بتقول خلاص الشخص ده ما بيرجعش، الشخص ده أناني مغرور، ومن حقي على نفسي ان انا ارفض زي ما اترفضت. ومنكم اشخاص مركزة قوي على امورها المادية للدرجة اللي مخلياك يعني مش عايز شيء يشتتك. ولكن منكم نسبة كبيرة منتظرة أخبار من الشخص ده، منتظرة رسالة من الشخص ده، منتظرة أي شيء من الشخص ده يثبت ليك إحساس إن أنت ما هنتش، أو إن هو ما كانش مخادع بنسبة 100%. يعني أنت متقبل فكرة إنه يكون كذب عليك في بعض الأمور، ولكن فكرة إن هو ما حبكش أصلا وكان بيخدعك، في منكم أشخاص مش قادرة تتقبل الفكرة دي، واللي هيعفيكوا أي شيء منه يوصل لكم ك تواصل للتواصل، للعتاب، للوم. تمام؟ فانتوا في منكم اشخاص منتظره، ومنكم اشخاص اللي مركزه على امورها الماديه، وكأن انت بتقول انا راحتي في اماني المادي. لو انت امراه بتقولي انا راحتي في بيتي، حياتي، تركيزي على اولادي، تركيزي على مستقبلي. وكأن انتوا كمان متعمدين تظهروا للشخص ده ان انتوا اعطيتوا ظهركم ليه، ولكن فعلا وليس قولا. فانا قدامي طاقه فيها اكتر من مجموعه، يعني انتوا متقسمين مجموعات، ولكن اللي يجمعكم ان انتوا عندكم عزة نفس، شخص عندكم درجة عالية من الحساسية، بتتحسسوا للكلمات لدرجة ان ممكن كلمة تأذيكوا وكلمة تطيب خاطركم. ودي ممكن اتقال لكم ان انتوا فيكم من الطفولية شوية، او انتوا ناس بريئة قوي، او ان انتوا ناس قلوبكم بيضة. لذلك انت كأن انت اخدت عهد انك تحمي بيها قلبك، خلاص قلبك تعب فبتحمي قلبك. واول حد بتحمي قلبك منه الشخص اللي بيتعالى عليك وبيتغر عليك ودايما عطيك ظهره ودايما باصص على نفسه فقط. طيب الطاقة المشتركة بينكم انتوا الاتنين، انا مش عارفة ليه بقالي كام يوم بتظهر لي طاقة اشخاص يعني الطرفين في العلاقة روحانيين. اولا انتوا الاتنين اشخاص روحانيين جدا، وشايفة ان منكم اشخاص ممكن تكونوا انتوا الاتنين من ابراج مائية، او انتوا الاتنين من ابراج هوائية، وممكن يكون في ابراج مائية مع نسبة قليلة من ابراج نارية. تمام؟ دي حاجة. الطاقة المشتركة ان انتوا ملتزمين الصمت تماما، ولكن عندكم حب كبير بتتعمدوا ان انتوا الاتنين تخفوه عن بعض. وفي نفس الوقت انت عندك فضول تعرف هو اخفى عنك ايه. يعني كأن انت بتقول انا اكتشفت، لكن انا عارف ان لو دورت هكتشف كتير، فانت عندك فضول تعرف. وهو كمان زي ما هو بيخفي مشاعره تجاهك، الا انه عنده فضول يعرف انت ايه اللي في حياتك هو لسه لم يعلمه الى الان. شايفة ان انتوا الاتنين ما عندكوش اللي يخليكوا تقولوا العلاقة دي استحالة تكمل. لا، وارد العلاقة دي، يعني انت عندك احتمال ممكن تكمل العلاقة دي، مش صعب، ولكن يلزمها شروط، قيود، أسس.
شايفة ان انتوا الاتنين تفكيركم في اللي انتوا عشتوه مع بعض من حب ومشاعر ووصلتوا بالعلاقة لهذا الحد، ده بالنسبة لكم مرهق جدا. انتوا الاتنين بتفكروا في بعض كتير جدا فترة الليل، يعني دايما بالليل تفكيركم في بعض بيكون اكتر من بالنهار، ويمكن بتحلموا ببعض كتير جدا يا اصحاب المجموعة الاولى. شايفة ان انتوا الاتنين في الطاقة الحالية في عتاب ولوم على بعض، يعني انت عندك عتاب ولوم عليه، وهو عنده من العتاب واللوم الكتير اللي نفسه يوجهه ليك. ولكن عارفين حاسين ان في حاجة مأيداكوا، يعني حتى كونك تحاول تعاتب او تلوم في حاجة بتعطلك او في حاجة بتوقفك. انا كنت بطفي البخورة لان خلاص ما عنديش قادرة اتنفس منها فبهدلت المفرش. اصحاب المجموعة الاولى هرجع تاني، انتوا الاتنين على قد ما انت نفسك تعاتب وتلوم، الا ان انت اللي مأيدك رد فعل الشخص ده. يعني دايما انت عارف ان ردوده عليك بتكون قاسيه، ردوده عليك بيكون فيها جرح ليك، تقليل من مشاعرك، فكأن انت بتقول لا انا مش هتكلم، انا مش هعاتب، انا مش هلوم، انا مش هجبره يكون معايا، حابب يجي براحته، مش عايز يجي انا مش هبادر. وكأن انت عندك احساس ان كون ان انت اللي تبادر لمجرد انك تعاتب او تلوم، هو هيعتبرها ان انت بتفتح باب بينك وبينه فهيرجع، فانت كأنك بتقول له كامل الحرية يرجع بإرادته، ما يرجعش بلوم وعتاب او بان انا اللي افتح الباب. لا، انت مش عايز كده، انت عايز تستشعر قيمتك عند الشخص ده او مدى احتياجه ليك. هو بقى عنده لوم وعتاب، ولكن رافض يعاتبك ويلومك لان هو على علم ان اخطائه كتير، وخصوصا الموقف الاخير اللي صدر منه. وكأن الشخص دوت الموقف الاخير اللي صدر منه في بداية البعد عن بعض كان شايفه موقف عادي، وياما مر عليكم انتوا الاتنين مواقف زي دي. يعني ممكن يكون هو الموقف متكرر، مش حاجة مش بتحصل لأول مرة، ولكن كان فيها شيء كان مختلف، او واقع عليك مختلف، او الفترة اللي الشخص ده بعد عنك فيها انت كنت تعبان، كنت في اضعف حالاتك، كنت محتاج له. فحتى وان كان سبب البعد متكرر، لكن في وقت كان صعب، في ظروف كانت صعبة، فلذلك هو خايف يعاتب ويلوم لانه ما عندوش شيء يقوله لك. شايفة ان انتوا الاتنين عندكوا احساس ان انتوا هو خيب امله فيك، وانت خيبت امله خيبتوا امل بعض في بعض. مش عارفه اقولها ازاي. هو خيب املك وانت خيبت امله. ليه؟ لان انتوا كنتوا عندكم من الظروف اللي تسمح لكم ان انتوا الاتنين تكملوا العلاقه دي، وان العلاقه دي تستمر فتره معينه، وبعد كده المفروض تتطور. وكأن في الفترة المعينة دي اللي قبل ما تتطور انتوا اختلافاتكم ظهرت لبعض، وخلافاتكم مع بعض ظهرت كتير، فهو حاسس ان كان المفترض نستنى شوية، او لما بيتطلع للمستقبل او لما بيتخيل المستقبل وانتوا مع بعض كأنه بيقول يا ريته ما خسرك، يا ريته ما بعد عنك، يا ريته ما رفضك، يا ريته ما فكر في نفسه وسابك. وانت كأنك لما بتشوف او لما بتتخيل المستقبل هو معاك، يا ريته ما كان قاسي، يا ريته ما كان اناني. فعارفين، فانتوا كده احلامكم بتاخدكم لحته يا ريتنا ما بعدنا، يا ريتنا كنا كملنا مع بعض، احنا كان بكره بينا، او كان بكره واحنا مع بعض كان هيبقى افضل بكتير معاك او معاه. ولكن المشكله هنا القيود اللي ظهرت، اللي خلت بكرة على قد ما هو حلم جميل ولكن قد يكون مستحيل. ولكن مش مستحيل، لان انتوا هنا عندكم احساس ان العلاقة دي ممكن ترجع وترجع بشكل افضل. فواضح ان انتوا بين حبكم لبعض وبين التحديات والصعوبات والعوائق اللي في العلاقة دي انتوا مشتتين ومش عارفين ايه اللي ممكن ينتصر في الاخر. ولكن الشيء الثابت حب الشخص ده ليك، ادمانه عليك، رغبته فيك، وانت انتظارك لعودته. طيب ناخد رسالة.
رسالة بتقول تمنحك طريقة جيدة لتناول الطعام مزيد من الطاقة. فواضح ان انتوا ملخبطين الدنيا في الاكل الفترة دي، يعني اما انتوا بتاكلوا بزيادة او بتحاولوا تقللوا اكلكم او بتتجهوا للاكلات السريعة اللي مش مفيدة. فانت محتاج ان انت تكون حريص على نوعية الطعام اللي انت بتتناوله، لان ده بيأثر على صحتك وبيخلي عندك قوة ان انت تكون تظهر بوضوح، واثق من نفسك، مش تعبان. لان خلي بالكم ان احنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المعدة هي بيت الداء. فلما بيكون الاكل اللي بناكله مش صحي او متعب بيتعب جسمنا كله، وانتوا يمكن منكم اشخاص عارفة الموضوع ده. فخليكم حريصين على نوعية الأكل اللي انتوا بتاكلوه وكميته، وكمان يمكن أو التوقيت. يعني ممكن تكونوا انتوا بتاكلوا في توقيت متأخر جدا أو ما بتفطروش مثلا، ففي حاجة هنا تخص برضو التوقيت. طيب تعالوا نشوف يا ترى مشاعر الشخص ده ليك ايه وشايفك ازاي. البخور عامل عمايله معايا. يلا طيب هنقول شايفك ازاي الاول. الشخص ده شايف ان انت تعبان، وحتى وان كنت تقدر انك تبدأ من جديد فهتبقى بداية صعبة جدا، لان هتكون محتاج فيها حاجات كتير. محتاج ان انت تكون قوي وهو قدر يضعفك، محتاج تكون متفائل وهو سبب لك طاقات من اليأس والإحباط كتيرة جدا، محتاج ان انت تكون مسنود، وكأن الشخص ده شايف ان انت مفيش حد بيساعدك، مفيش حد بيدعمك، مفيش حد بيسندك. يعني هو شايف ان انت شخص وحيد، فده مخليه يمكن متعاطف معاك، زعلان عشانك، بيفكر فيك وقلقان جدا عليك. يعني حد كده نفسه يطمن عليك. فهو شايف ان انت تقدر تبدأ، مش ما تقدرش على فكرة، ولكن بداية هتكون صعبة. مش زي حد قوي وعنده امكانيات وظروفه مساعداه ومش فارق معاه، لكن هو عارف ان هو فارق معاك وانه اثر عليك تأثير سلبي. شايف ان انت اخد قرار بان انت مش هترجع، اخد قرار بان انت تاخد حقك، اخد قرار انك تكمل حياتك حتى وان كنت هتمر بتحديات كبيرة او كتيرة جدا. شايف ان انت اتكسرت كتير بسببه واتألمت بسببه. هو قدم لك كسرة القلب، قدم لك الخذلان، قدم لك الخيانة، قدم لك التلاعب والتحايل، ولكن انت دايما كنت بتقدم الحب. وعلى قد ما انت قدمت الحب، على قد ما انت على الرغم ان انت شخص رومانسي، الا ان انت اخدت قرار بانك تتوقف تماما ان انت تمنح مشاعر ليه تحديدا. شايف ان انت بتحب تضحك، بتحب تخرج، بتحب تسافر، بتحب تغير من شكلك، بتحب تغير من مودك. يعني هو شايف ان انت بطبيعتك شخص مش كئيب، فلما هو يصدر لك الطاقة دي فهو كأنه خدك من عالم خاص بيك، وضعك في عالم مش بتاعك، مش شبهك، في حالة مش بتاعتك، مش لايقة عليك. وكأنه دايما شايف ان انت ما يليقش بيك الا الضحك والفرح والسرور والابتسام والبهجة والانطلاقة والحيوية. هو شايفك كده، ولكن هو سبحان الله كان له تأثير قوي انه قدر يبدلك ويغيرك. شايفك شخص واضح ومنصف وعادل، وما عندكش استعداد تتنازل عن حقوقك. الشخص ده اصحاب المجموعة الاولى انا هقولها لكم كده وكأنها طاقة جانبية لبعضكم او يمكن لحد واحد بيسمع القراءة دي. الشخص ده شايف انه اتكتب عليه يكون في حياتك كشخص قبله، وكأن الشخص ده كان بيستغرب كمية الرومانسية والحب اللي انت كنت بتمنحها له، على قد ما انت كنت قاسي مع طرف معين في حياتك، شخص معين. فشايف ان انت كنت شخصيتين مع بعض. كان مستبعد تماما انه في يوم من الايام يتحط في كفة الشخص اللي انت رفضته، واللي انت مش عايز تكون معاه، واللي انت بكل ما فيك اعتبرته مش موجود في حياتك حتى لو قصادك.
فهو في الوقت الحالي شايفك انت شلته من كفة الحبيب للكفة اللي فيها شخص ما انت بتتعامل معاه بالسيف، بالورقة، بالقلم. فكأنه هنا شايف ان انت حرمته من مكانته او من المكانة اللي كانت بتميزه، لان انت بالفعل كنت بتميز الشخص ده. شايف ان انت بتتغير وبتتغير بسرعة، اما بتتغير للأفضل كشكل او حياتك بتتغير للأفضل، وكأنه شايف ان انت شخص تستحق، شخص راضي تماما، بتعرف تتأقلم، مش متمرد، مش مثلا بتنكر النعم. لا، هو شايفك شخص مش مستسلم، ولكن بتحاول توجد من اي محنة منحة، من اي خسارة مكسب، من اقل الامكانيات شيء اضافي ليك. فهو شايف ان انت شخص يعني مهما كانت الظروف عليك ومهما كنت او هو خيب ظنه فيك، الا ان انت تقدر تقوى من جديد وتظهر بشخصية جديدة يمكن يكون هو كمان خايف منها، لان واضح ان واضع في اعتباره الشخصية اللي ظهرت لشخص ما في حياتك اكدت له انك تقدر تكون النقيضين. احب بكل ما فيا، ولكن اقدر اتجاهل واقدر اقسى، مش اقوى بس، لا ده انا اقوى واقسى كمان. فمشكلته الوحيدة انه بدأ يحس ان انت بتحطه في الكفة مع الاشخاص اللي انت بتستبعدهم، بترفضهم، بتعتبرهم ما دخلوش حياتك، حتى لو ليك عندهم حقوق ما بتطلبهاش، وده كأنهم نكرة بالنسبة لك. فهو خايف جدا من حتة انه يكون بالنسبة لك نكرة. طيب، مشاعره الحقيقية ليك ايه؟ مشاعره الحقيقية الشخص دوت رغم ان هو عطيلك ظهره، ورغم ان هو ما التزمش معاك بحاجات كتير جدا، وعدك وما وفاش، شخص ظهر قصادك باكتر من شخصية خليتك طبيعي تشك فيه غصب عنك، وكأن انت بقيت مش عارف يا ترى الشخصية الحقيقية هي الشخصية اللي انا حبيتها، ولا الشخصية اللي كان بيظهرها لبعض الاشخاص ويقول لي هم ما يستحقوش مني غير المعاملة دي. انتوا متخيلين ان انتوا الاتنين فيكوا حاجات من بعض، وخصوصا اللي تخصوا طاقة ان في شخص في حياتك انت رفضته؟ يعني انتوا الاتنين بتعرفوا ترفضوا، وبتعرفوا تقووا قلبكم، بتعرفوا تقسوا قلوبكم على الناس اللي بتأذيكوا. فالشخص ده على قد ما هو حبك، على قد ما هو حيرك. هو مين؟ شايفه ان الشخص دوت ندمان انه كان يقدر يوفي بوعوده، ندمان انه كان يقدر يلتزم معاك، ندمان انه كان يقدر يتغير من اجلك او يغير شيء لاجلك، ولكن كان مركز على نقطة واحدة فقط: ازاي يطور نفسه، ازاي يطور حياته، ازاي يخلق منك تابع ليه ويقدر يفرض سيطرته عليك. لان الشخص ده حس انه فشل ذريع في انه يروضك ويتحكم فيك، وكأن عدم قدرته على ترويضك خلقت منك شخص بيواجه، بيتحدى، بيرفض، بيقوى مع الوقت. الشخص دوت شاف ان انت قوتك عليه او استغنائك عنه ما جاش مرة واحدة، ده جه بطريقة تدريجية نتيجة للصدمات اللي انت خدتها منه. مشاعر الشخص دوت ليك، انا عايزه اقولك ان في طبعا في تخاطر رهيب، بيراقبك حتى لو كان بعيد عنك، متمسك بيك حتى وان كنت مش في حياته وفي حياته اطراف اخرى. الشخص دوت بيتكلم معاك كتير،
بيتكلم معاك عن بعد، بيتكلم معاك عن العلاقة، بيتكلم معاك عن أخطائك، بيتكلم معاك عن أخطائه، بيتكلم معاك عن أجمل ما فيك. يعني الشخص دوت كأنه بيقعد يقول لك أنت وأنت وأنت وأنت، وده بينه وبين نفسه. الشخص ده مشاعره ليك والله هو مشاعره مش ليك، ولكن مشاعره تجاه نفسه، وبتتأكد للمرة التانية بيلوم وبيعتب على نفسه كتير جدا على المواقف اللي صدرت منه. بيفكر جديا في بداية جديدة، عايز يعوضك، عايز يعوض نفسه، لأن من ضمن أمنياته منحك بعض حقوقك، منح العلاقة فرصة جديدة، التركيز عليك وعلى العلاقة والاهتمام بيك وبما ليك أو بما يخصك. فأنا شايفة أن مشاعر الشخص دوت فيها حب، شخص نفسه عارفين كده يفتح كل الأبواب اللي بينك وبينه، مش باب واحد بس. يعني كأنه عايزك حبيب، عايزك شريك، لو انتوا وضعكم يسمح انكم تكونوا شركاء عمل، عايز يشاركك في عمل ما، عايزك تكون داعم وسند ليه ويكون داعم وسند ليك، وكأنه عايز انتوا الاتنين تقووا ببعض، وكأن الشخص دوت على قد ما هو قلقان عليك هو كمان مش مرتاح وحاسس ان هو في لحظة ممكن يخسر حاجات كتير. فكأنه شايف ان انتوا الاتنين ربنا جعلكوا تتقابلوا مع بعض عشان تقدروا تقووا ببعض، مش تقووا على بعض، لان انتوا مش بتقووا على بعض، انتوا بتضعفوا بعض ببعضكم. انت بتكون ضعيف وبيكون ضعيف. امتى بتقووا؟ لما بتكونوا مع بعض. هو ده، دي مشاعره تجاهك، مش انا اللي بقول كده. تمام؟ الشخص ده كل ما بيفتكر قد ايه هو ظلمك وقد ايه دخلك في حالة من الندم والانتظار والارهاق، كأنه بيزعل من نفسه قوي. يعني كأنه بيقول انت ما كنتش ابدا تستحق منه كده، وخصوصا ان انت وثقت فيه جدا، خصوصا ان انت رفضت انك تاخد او تطلب حقوقك منه. فانا شايفه شخص عايز يسوي الامور بينك وبينه، عايز يجدد العلاقة دي، كل دي في مشاعره، لأن هو محتاج لك وعايزك. ولكن تعبيره سبحان الله عن المشاعر في الطاقة دي مش سلبية، مش مثلا ندمان ان انت بعدت عنه، عارف انه اخطأ في حقك، لا، الشخص دوت مشاعره ليك فيها رغبات لانه يحقق شيء عشان تكونوا مع بعض. فهنا حتى مشاعره ايجابية تجاهك وتجاه العلاقة، على الرغم ان نظرته ليك ان انت رافضه. سبحان الله، المفروض كإنسان طبيعي حد رافضني، حد مش هيتوقف تماما عن انه يقدم لي الحب، حد بيعاملني معاملة انا لا استحقها من وجهة نظره، او ان انت اخدته من مكانة معينة وضعته مع الاشخاص اللي انت استبعدتهم من حياتك، فالمفروض على الاقل يكون مشاعره فيها حزن. لا، انا شايفة ان المشاعر عكس تماما نظرته ليك، وكأنه هو شايف ان الوضع اللي شايفك فيه ده مش وضع اساسي، او مش ده حالك الطبيعي، ولكن ده كان رد فعل طبيعي لتصرفاته. ووارد لما يحاول معاك او لما يحاول يرضيك انت اكيد هتتغير. عارفين زي ما حد يقولك انا هو بيزعق او بيتعصب وزعلان، بس انا عارف ان هو لو انا رضيته هيتراضى. الشخص دوت متخيل كده. طيب القادم، واو، شايفين القادم في العلاقة؟ حب حب، مشاعر مشاعر، فارس الكؤوس وتو اوف كابس. يا سلام، واو، ايه ده؟ كارت اللافرز؟ لا لا، مش ممكن. قلت لكم مشاعره كلها اخدانا او اخدنا من مشاعره لنواياه. فنوايا الشخص ده انه يجي ويعترف ليك بحبه، يقدم ليك شيء يكون مرضي بالنسبة لك، يقوي العلاقة بينك وبينه، لان الشخص ده اكتشف ان هو مفيش حياة بدون حب، ومفيش حب حقيقي في حياته غيرك، لان من بداية القراءة الشخص دوت متعلق بيك، متعلق ومدمن عليك. فنواياه لا، ان احنا لازم نعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات، اكتر من كده هو مش عايز. طيب هل في تواصل؟ كمان في تواصل.
لان في عرض وفي فرصة هتمنح للعلاقة دي، اما من الشخص ده او شيء قدري حقيقي، وده هيكون سبب ان في تواصل، ولكن كأن انت هتعيد حساباتك، هتفتكر قد ايه انت كنت بتآمن، قد ايه كنت واثق فيه، قد ايه كنت بتحاول تطمن نفسك، وهو في كل مرة كان بيحاول يثبت لك ان هو لا يستحق ثقتك دي. فكأن انت هتبقى يعني على قد ما عندك حنين قوي ليه، وعلى قد ما انت مشتاق وملهوف على رجوعه او رسالة منه، ولكن هتتوقف قليلا. وقليلا دي على فكرة ممكن تبقى شهور وممكن تبقى سنة، وقليلا ديت على حسب انت اتأذيت الى اي حد. وكأن الهدف من رجوع الشخص ده طبطبة على قلبك، رد اعتبار ليك، عشان تاخد حقك، تسمع اللي انت ما سمعتوش، تعيش اللي انت ما عشتوش مع الشخص ده. ولكن كونك تتوقف عن انك تعطي اي رد وتركز وتفتكر اللي كان وتربطه بالحاضر، فدي بالنسبة له هتبقى شيء مؤذية فوق حدود قدراته اصلا، ولكن هينتظر منك الرد. طيب، يعني سبحان الله، لو انت كنت طول عمرك بتنتظر الشخص دوت، ربنا هيكتب ليك ان هو في يوم من الايام ينتظر ردك او لا. وقت مناسب جدا، في وقت مناسب جدا هيمر عليك وهتحس بسعادة وهتحس، شايفين عارفين الساعة الرملية دايما بتعبر عن الصبر، فانت كأن في وقت مناسب هتحس ان ربنا عوضك خير. وهو دوت بالظبط اللي انا شفته، دي الطاقة اللي وصلتني، والله اعلى واعلم. فكأن انت اتحملت، كان عندك من الصبر، كان عندك من الانتظار، وكان وعندك من الحب، ولكن في وقت ما هيكون هو الوقت الحظ بالنسبة لك، وهتكون في سعادة، وكأنك هتسجد لله شكر يا صاحب المجموعة الأولى. طيب تعالوا نشوف الأبراج اللي ظهرت معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. جوزاء، دلو، أسد، حمل، قوس. الأبراج النارية جيت ورا بعضها، قوس وأسد وحمل مع بعض، حوت، جدي. الطاقات الهوائية والترابية والنارية والمائية. الطاقات الترابية وخصوصا برج الجدي ظاهر كتير، عذراء، عقرب، سرطان، جدي، وأخيرا برج الثور. وبكده حبايب قلبي قراءتكم تمام. اتمنى يا رب ان الطاقه تكون وصلت لاصحاب. على فكره كان في برج الميزان، مش عارفه انا قلته او لا، قبل الكارت جميع الطاقات كان في برج الميزان، وكان الاسد برضو تقريبا حاجه زي كده. وبكده حبايب قلبي قراءتكم تم. اتمنى يا رب ان الطاقه تكون وصلت لاصحابها. هوقف الفيديو واروح لاصحاب المجموعه الثانيه، واسفه ان وقت القراءه زاد شويه. اهلا بيكم حبايب قلبي اصحاب المجموعه الثانيه، واللي كان اختياركم على حسب الحجر الاسوره البيضه الشكل ده من الكروت، او لو كان اول حرف من اسم الشخص اللي في بالك صاد، ميم، نون، زين، ظ، عين، ر، ف، شين، ث، واو، ب، خ. فيلا بينا نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ونشوف قراءتنا النهارده هتكون فيها ايه، وايه الجديد في طاقة الشخص ده، جديد في مشاعره، شايفك ازاي، خطواته ونواياه على حسب الطاقة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عارفين كلمة فرق
هقول لكم ليه كلمة فرق ديت تعتبر هي كلمة هتتقال كتير في القراءة دي. سبحان الله. بصوا حبايبي، هقول لكم ليه انا بقول كلمة فرق. اولا انا شايفة اول كلمة او اول طاقة وصلتني ان الشخص دوت كأنه بيقول، عارفين اغنية فرق كبير بينك وبين غيرك، فرق كبير، فرق كبير بيبان في تأثيرك، فرق كبير. فالشخص ده كأنه بيرسل لك او بيرسل لك الاغنية دي. تاني شيء ظهرت بقوة، اظهرت فرق فعلا كبير بين طاقتك وطاقة الشخص ده. هننسى بقى الكلام ده وندخل في القراءة بتاعتنا. الشخص ده مأذي جدا، مستسلم لأبعد الحدود، إحساس بالعجز، إحساس باليأس، إحساس بأنه ما قدرش يوصل لأي شيء من أمنياته اللي كان بيتمناها. شخص اتعرض لخسائر كتير جدا جدا على مدار حياته، ولما بيعيد أو بيراجع ذكرياته أو بيفتكر حياته من البداية إلى هذه اللحظة مش بيتفاجئ، لأنه هو حياة هو عاشها، ولكن بيتأكد أنه شخص عانى كتير في حياته، قاسى كتير في حياته، أزمات كتير، وبتيجي بين فترة والتانية، وكأن الشخص ده كل ما يشعر أنه خلاص الدنيا ضحكت له، وإن أحلامه بدأت تتحقق، وإن الطريق بدأ يكون مستقيم، يلاقي العراقيل ويلاقي الصعوبات ويلاقي التحديات ويلاقي الإهانة ويلاقي الغدر ويلاقي الخيانة. حاجات كتير جدا جدا بتسبب للشخص ده حالة من الاكتئاب، رغبة في الانعزال، رغبة في الهروب والبعد، وكأنه مش عايز يفتكر، مش عايز يفكر، مش عايز يواجه، مش عايز يتكلم، مش عايز أي حاجة، ولكن كل اللي بيكون محتاج له فترة من الصمت. ولكن في الطاقة دي الصمت ده صمت ظاهري، ولكن الشخص ده بداخله دوشة، بداخله عركة، بداخله خناق كتير بينه وبين نفسه، وأحيانا بيكون بينه وبين أشخاص، وأحيانا بيكون بينه وبينك أنت كمان. ما عملتلوش حاجة، ماشي، ما عملتلوش حاجة عشان يتعارك معايا أو يتخانق معايا أو يكون في نقاش حاد، ولكن الشخص ده في الطاقة الحالية تعبان ومتضايق من الناس كلها. الشخص ده حاسس ان العلاقة دي على قد ما كانت علاقة من اجمل او تعتبر الاجمل في حياته، الا انه بقلة حيلته، بسبب ضعفه، بسبب سوء حظه، بسبب احساسه للحظات انه ضمنك، خسر العلاقة دي. من ضمن أمنيات الشخص ده اللي كان بيتمناها إنه بالفعل تفضل بالنسبة له شخص مضمون ملك إيده، وكأن الشخص دوت كان يتمنى إن أنت تظل كما يشعر، وكأنه هو كان عنده شعور إن أنت من ضمن ممتلكاته، بل بالعكس أنت من أولى وأهم ممتلكاته، وكأن الشخص دوت حياته ما فيهاش خصوصية، فكان بيشوف إن أنت الوحيد اللي تخصه، أنت ملكي، أنت بتاعي، أنت ليا، ضحكتك دي عشاني، كلامك دوت عشاني، جمالك ده اتخلق عشان يكون ليا أنا وبس، لأنه منبهر بيك جدا. الشخص ده كأنه بيشوفك ان انت يعني الحاجة اللي كانت ممكن تخلي حياته افضل، طريقه اسهل، احلامه تتحقق. لذلك شايف ان انت في فرق كبير جدا جدا بينك وبين اي حد شافه، اي حد عاش معاه، اي حد دخل معاه في علاقة، حتى مختلف عن اي علاقة بيسمع عنها. لا، انت بالنسبة له شخص مميز، ولكن هو اللي قدر
شايفين؟ الشخص دوت شايف ان العلاقة دي كانت محتاجة قرار، وقرار يكون حاسم لمجرد ان العلاقة دي تكتمل، وان يكون في كامل حيويته وكامل نشاطه وكامل سعادته. ولكن لانه شعر بالعجز، على فكرة الشخص دوت مش عاجز، الشخص دوت يملك انه ياخد قرار، يملك انه يقف على رجليه، يملك انه يستخدم اللي هي العجلة دي او أداة التوصيل دي، تمام، يتنقل بيها من مكان لمكان، ولكن هو استسلم للوضع. فهو كان يقدر ياخد قرار لكنه امتنع، خاف، قلق، اتهدد، معرفش. لذلك عدم اخده للقرار الحكيم او اللي كان المفروض ياخده حرمه من اجمل علاقة في حياته. مش عارفة ليه حاسة او الطاقة بتاعت الشخص دوت انه فيه تهديد، وان هو على قد ما هو حس انه فشل انه يروضك، اما يعني هو بقى تم ترويضه، تم السيطرة عليه، تم قتل كل احلامه، طموحه. وكأن الشخص دوت مسلوب الإرادة، كأنه لا يملك انه ياخد قرار في حياته، لا يملك انه يتقدم خطوة، مع العلم ان الشخص دوت شخص دماغه حلوة جدا. يعني لو جينا اتكلمنا عن شخصيته هتلاقيه شخص بيعرف ينجح، بيعرف يشتغل، بيعرف يثبت نفسه، ولكن في شيء عجز الشخص ده، اما بالفعل حد سيطر عليه، حد بيهدده بشيء، او ان الشخص دوت اتعرض لأزمة صحية وبناء عليه احتاج لأشخاص كتير، او ملقاش حد يدعمه ويساعده. فلذلك احساس كبير جدا بقلة الحيلة والاستسلام والصمت والهروب، وكأن هم افضل الحلول، او على الاقل في الطاقة دي اللي هو محتاج له اكتر من اي شيء تاني. الشخص دوت بيفتكر كل اللي كان بينك وبينه، بيفتكر احلام وامنيات انتوا اتكلمتوا فيها مع بعض، انتوا حلمتوا مع بعض. طب ليه اسماء بتقولي ان انت طاقتك احسن؟ لان انت نفذت اللي انتوا حلمتوا بيه حقيقي. يعني لو انتوا زملاء عمل، فكأن انتوا كنتوا واضعين خطة معينة، او كنتوا عايزين توصلوا لهدف معين، هو توقف، انت كملت. ممكن يكون في العمل، ممكن يكون في علاقتكم ببعض، حلمتوا بحلم معين، نشتري السيارة دي، نشتري البيت ده، حياتي يكون ليها شكل معين، هو توقف، انت كملت وما زلت مكمل. وطول ما انت مكمل بتكون سعيد، بتكون راضي، بتشعر بقيمتك، بتشعر بان انت اخدت اللي تستحقه من بعد تعب ومجهود انت بذلته. انت ما بتخافش انك تاخد قرار، انت شخص مجازف، انت خدت القرار، خطيت الخطوة، بدأت الطريق، مشيت، سعيت، تعبت، اجتهدت، وبالتالي بتحصل على النتائج. واول ما بدأت تعلن عن نفسك بان انت رحلت تماما عن العلاقة دي، وكأنه اقتناعك بان الرحيل افضل ليك هو ده سبب انه كان او مازال بيتمنى انه كان يقدر يروضك. انت ما خفتش من المستقبل، على قد ما انت في فترة كنت متخيل انك مش هتقدر تكمل من غيره، ان انت حياتك هتقف بعده، ان انت مش هتحب، مش هتتحب. ولكن كأن انت بعيدا بقى عن الحب او المشاعر، انا شايفة ان انت بصراحة طاقتك ما فيهاش اي شيء ينم على الحب والمشاعر. انت طاقتك كلها عملية ومادية بحتة، مش لانك شخص مادي، ولكن لان انت بدأت تعتمد على نفسك، وكأنك واضع خطة لمستقبلك وماشي عليها زي ما بتضعها بالظبط. لذلك النتيجة الاستقرار، الامان، محصول. عارفين اللي هو بيقولوا ايه؟ انت زرعت وبتحصد نتيجة ما زرعته. فانت كانت زرعتك ايه؟ صبر، تحمل،
اجتهاد ماشي صح، ما بتغلطش، ما بتسيئش لحد، ما بتظلمش لحد، فبالتالي هتحصد ايه؟ هتحصد الخير. وكأن الشخص دوت شايف ان كل واحد فيكو حصد نتيجة زرعته، فانت وضعك افضل منه كتير جدا جدا جدا. الشخص دوت مازال الى الان، بجد والله هقولها لكم، يمكن انتوا تزعلوا من الكلمه دي او تقولوا لا لا دي مبالغه جدا، الشخص دوت مازال الى الان متعلق باللحظات الجميله اللي كانت بينكم انتوا الاتنين. انت خلاص ما انتش متعلق، وانا متاكده ان الناس اللي في المجموعه دي، اصحاب المجموعه دي، لو انت ما زلت متعلق وبتبكي وحياتك واقفه ومنتظر الشخص ده وعندك استعداد تظهر ضعفك واحتياجك ليه، ففورا اخرج من القراءه دي. دي قراءه لناس اقوياء بتتشافى او تمت التشافي او في طريقها للتشافي، ولكن انجزت فتره طويله. الشخص دوت ما زال عالق في اللحظات الجميلة اللي انتوا عشتوها مع بعض، مش قادر ينساك، مش قادر يتخطاك، ندمان حزين بكيان جدا جدا عليك وعلى اللحظات اللي مش قادر يعيشها من جديد. اما انت خلاص مرحلة، درس اتعلمته، عشت فيه ايام حلوة، يمكن ربنا قدر لي ان اعيشها لان انا ما عشتهاش قبل كده، ولكن اتعلمت الدرس والمفروض اني اكمل، لان ليا رسالة، عندي هدف، عندي التزامات، عندي مسؤوليات، ولا يمكن اني اقدر اتوقف. ليه مش هقدر اتوقف؟ لان يا اسماء بمنتهى البساطة لو انا وقفت وبكيت وندمت وحزنت وانتظرته مش هيجي، ولو رجع هيرجع ياخد مش هيقدم، هيجي عشان يستفاد مني مش يفيدني، مش هيعوضني عن الخسائر، لان هو اساسه كان سبب الخسائر اللي انا بجتهد عشان احلها وانا بسمع القراءة دي. دي طاقتكم. طيب نيجي بقى للطاقة المشتركة بينكم انتوا الاتنين. انتوا الاتنين عايزين توصلوا لشيء معين في حياتكم. انت يا صاحب المجموعة التانية ما عادش الحب هدفك الأساسي، هو هدف ولكن من ضمن أهداف وارد تحصل وارد لا عادي، ولكن انت في هدف آخر، وهدف بالنسبة لك كأنه هو اللي هيمنحك القوة والحياة والاستمرارية، وكأن انت بتقول انا من حقي اوصل للي انا عايزه. هو كمان له حقوق ولكن مش قادر يطلب بيها، مازال بيتمنى ان ربنا يرد له حقه. ربنا سبحانه وتعالى بيحب المؤمن القوي اكتر من المؤمن الضعيف، وده الفرق بينك وبينه. انت قوي هو ضعيف، انت بتسعى عشان تحصل على ما تستحق، هو عارف يستحق ايه لكن مش بيسعى عشان يوصل له، ولكن بيطلب من ربنا. طبعا كلنا الدعاء في حد ذاته عبادة وكلنا بندعي، ولكن لازم سعي. هو ما عندوش السعي، ما عندوش الحركة، ولكن عايز حقه. شايفة ان انتوا الاتنين بتتمنوا او لفترة معينة كنتوا بتتمنوا بداية جديدة مع بعض. انت حاسس ان انتظارك للبداية عطلة ليك، مفيش مانع ان يكون في بداية، ولكن تكون في وقت ما تيجي عادي. وعلى فكرة رجع ما رجعش مش مشكلة، اما هو بيتمنى البداية بشكل مرعب. شايفة ان انتوا الاتنين على الرغم من انكم يا اصحاب مجموعة التانية قدرتوا تعبروا للجانب الاخر، جانب الاحلام والامال والاستقرار والامان، الا ان انتوا ما زلتوا على الرغم من انكم في جانب اخر في مستوى اعلى بكتير في مكان غيره، الا ان الحنين، بني ادمين في حنين، في ذكريات، في كلام كان المفروض يتجسد على ارض الواقع، انت بدأت تجسده لوحدك. وده بالظبط اللي هو حس بيه. انتوا الاتنين حلمتوا وانت حققت، فانت كأنك كل ما بتحقق حاجة من اللي كنتوا متفقين تحققوها مع بعض تفتكر على طول كان بيقولك ايه وكنتوا مخططين لايه ومرسمينها ازاي او كان كلامكم عنها ايه. هو شايف ان الذكريات اللي بينك وبينه
اضعفته، فندمان انه اتكلم معاك عن احلام معينة، لان كل الاحلام اللي اتكلم معاك عنها، الاهداف اللي اتكلم معاك عنها، الخطط، كلها كانت مجرد كلام على ورق فقط. انتوا الاتنين ناس عندكم العند حقيقي بجد. انت شخص عنيد وهو عنيد جدا، ولكن انت عمرك ما ندمت على موقف عناد خدته. ويمكن الموقف الوحيد اللي قد تكون كانت فيه طاقة عند وندمت عليها، انك اتمسكت كتير في وقت كان المفترض تبعد، فكأنك حسيت انك بتعاند نفسك. هو بقى عنيد للعند، يعني عند للعند، بس يعاند عشان يثبت انه صح، ممكن يكون مش صح، يعاند ان هو يحكم رأيه، لان هو واضح ان هو شخص مسيطر. وصدقني الشخص دوت بالفعل بطبيعته شخص مسيطر جدا، قوي، متحكم، شخص عصبي جدا، بيحب يملي شروطه، بيحب ان هو يكون، عارفين لما يكون في مكان يكون هو الاول، كلمته مسموعة، اسمه مسمع، صورته معروفة، بيعشق الانبهار الاخرين بيه. ولكن كل ده في الوقت الحالي مش موجود. فانت عنادك كان ايجابي وخدك لمكان افضل، هو عناده اتكسر بدون مجهود منه. شايفة ان انتوا الاتنين بتقولوا خلاص، يعني عارفين كأنكم كده عجلة الحظ، شفتوا ان هي وقفت كده وده اللي هنكمل عليه. وفي رضا، انت عندك رضا بالوضع الحالي، وكأن انت خلاص، عارفين احنا بنقول عندنا في مصر ايه، انت رستقت امورك. معلش بقى انا مش لاقيه كلمه اقولها بالمعنى، فلو في حد مش فاهمها رجاء من المصريين اللي يعرف او عنده معنى افضل من الكلمه دي يكتبها. انت رستقت امورك، فبالنسبه لك اي شيء بعد كده في ايدك. هو بقى شايف ان الحظ توقف عند منطقة سيئة جدا، يعني كأنه لما كان بيراجع كان بيقع ويقوم وأزمات ويخرج منها ويرجع لأزمات، شايف ان خلاص اتكتب عليه انه يعيش عمره كله عاجز ضعيف محروم، يبكي ويحزن ويندم وفقط. وهنا عجلة الحظ وقفت عندك وعنده، لكن وقفت عندك بطريقة، وقفت عنده بطريقة أخرى. القدر، ايوه القدر، القدر هقولها لكم بطريقه افضل. القدر اظهر ليك، او ربنا بيطمنك ان خلاص القادم بالنسبه لك بقى تحت السيطره، تقدر تكمل بقى، اطمن، انت عديت الصعب، اللي جاي كله سهل، لان انت وضعت قدمك على المكان الصح. هو بقى شايف ان ربنا كتب عليه حاجه مش هيعرف يخرج منها. وهرجع لنفس الكلمة، كل واحد فيكم بيجني ثمار زرعته، او بيجني اللي بيحصد اللي زرعه. المهم تعالوا ناخد رسالة ليكم. انتوا اكيد حبايبي وفاهميني وعارفين انا عايزة اقول ايه. ساعات الكلام والله العظيم غصب عني الكلام بيروح مني. طيب رسالة، رسالتك بتقولك في الخريف، اول ما يجي في الخريف، في الشتاء، في الصيف، اول حاجة بستشعرها ان في توقيت معين، ولكن هنا محدد، في فصل الخريف يجتمع كل شيء معا وتحصد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر عليا، الله اكبر. وتحصد محاصيل وفيرة رائعة. الله اكبر عليا وعليكم. شوف انا قلت الكلمة كم مرة، انكم هتحصدوا وانكم هتجنوا ثمار. اهي في الخريف يجتمع كل شيء معا، كل اللي انت عايزه هيجتمع، هيبقى معاك. وهتحصد محاصيل وفيرة رائعة، الوفرة، البركة، كل حاجة حلوة انت بتتمناها بإذن الله أصحاب المجموعة التانية. طيب هو شايفك ازاي في الطاقة الحالية؟ لما بيبص عليك كده
بيقول ايه عنك لما بتخطر على باله؟ بيقول ايه عنك بينه وبين نفسه؟ نظرته ليك هل هي نظرة ايجابية سلبية؟ شايفك ما زلت منتظره؟ شايف ان انت خلاص تخطيت؟ شايف ان انت اتغيرت عليه، اتبدلت عليه، اسأت ليه، اضفت ليه؟ شايفك ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله العظيم ده شايفك الخير كله اللي خسره. انتوا عارفين نظرته ليك خدتني لحتة ان الشخص ده بالفعل ممكن بالفعل يكون بيمر بكرمة، لان الانسان ما يفتكرش افضل انسان في حياته، اجمل انسان في حياته خسره الا لما بيكون في ازمة كبيرة جدا. وده دليل ان هو بيمر بازمة كبيرة، كرمة، تخليص ذنب او ذنوب، الله اعلم. شايفك ازاي؟ شايف ان انت، بصوا، شايف ان انت كنت تينو في قبس، يعني انت كنت الاستقرار والسعادة والأسرة والهدوء، الأولاد، الراحة، الوطن، البيت، الحالة اللي هو محروم جدا منها. شايفك ان انت كينج اوف كابس، يعني انت كنت ملك المشاعر، يعني كنت قادر تحقق الاستقرار وقادر تمنح المشاعر. يعني بمنتهى البساطة انت كنت بتقدم له كل احتياجات الانسان الطبيعي، كنت بداية مثمرة وبداية من المفترض يكون بعدها علاقة مستقرة آمنة في أحسن أشكالها. ومع ذلك خسرك بعشوائيته، خسرك بطفوليته، خسرك بأنه كان دايما بيجري ورا الملذات، بيجري ورا المتعة، بيجري ورا الأمور اللي فيها شغف. ما خلي بالكم ان الشغف ده ممكن يكون أموال، ممكن يكون نجاح، شهرة. فهو شاف ان هو خسرك لأنه كان دايما بيبحث عن أو بيجري ورا شغفه. وممكن يكون تعدد علاقات، ممكن يكون استسلام لبعض الأشخاص اللي في حياته لتحقيق أمان معين. ولكن الشخص ده متأكد أنه خسرك لأجل شيء مزيف، في حين أن أنت كنت الحقيقة الوحيدة في حياته، الحقيقة الحقيقية. شوفوا التأكيد للكلمة. شايفك إزاي؟ شايف أن أنت صاحب قرار وما عندكش مانع أبدا انك ترحل عن اي مكان ان كان في ايذاء ليك. يعني هو شايف ان انت لما اقتنعت ان المكان والعلاقة دول اصبحوا مؤذيين ليك، فانت ممكن انت بقى اللي تجازف وتبعد. شايفك محقق التوازن في حياتك، وشايف ان في اختلاف بينك وبينه او في خلل في توازن في حياته بعد ما انت ابتعدت. شايفك زي الليل والنهار، يعني شايفك بشخصيتين مختلفين. شايف ان انت فيك الوضوح الكامل وفيك برضو الغموض لما تحب. شايفك تقدر تمنح الحب والرومانسية وتقدر تصدر طاقة القسوة والعناد، لان من ضمن نظرته ليك شايفك عنيد ومركز على حياتك، مركز على اهدافك، وشايفك شخص مسالم لأبعد الحدود. أي مكان، أي علاقة هتشعر بأن في مجهود هتبذله لأجل الدفاع عن نفسك. أنا أسفة أنا وقفت الفيديو، حسيت أن في حاجة، والله العظيم في حاجة وقفت في الحنجرة عندي، مش هقول لكم مش مخليني أعرف أتكلم. أنا حسيت أن أنا نفسي بيروح، وكأن الشخص دوت كأنه لما بيتكلم عنك مدى حسرته عليك وانبهاره بيك، وكأن انت بالنسبة له مفاجأة
مسبب له صدمة. هو انت بجد كده؟ هو انت فيك كل الصفات دي؟ ما فيش بني ادم طبيعي يحمل كل الصفات دي. فبيجيله زي خنقة ويمكن بيبكي. وطاقة تانية اقسم بالله وصلتني، ان ممكن يكون نفس الشخص اللي انت بتسمع عنه بيسمع نفس القراءة دي، وكأنه شايف ان انا وصفت بالظبط نظرته ليك. يعني كأنه حاسس ان انا قلت لك ما يدور بينه وبين نفسه. في احساس كده ان في حد من اللي انتوا، نفس الشخص اللي منكم اللي انتوا بتسمعوا عنه بيسمع القراءة، والجزئية دي مؤذية جدا بالنسبة له، ان هي جارحة لمشاعره. شايف ان انت زي ما قلت لك شخص مسالم جدا، لدرجة ان انت ما بتحبش تضيع وقتك في انك تبرر مواقف، او ما بتحبش تكون متهم، ما بتحبش تكون ملام، ما بتحبش تكون موجود في مكان وانت مظلوم فيه. مجرد ما بتشعر ان انت هتتظلم تلتزم الصمت وبتبعد، حفاظا بقى على كرامتك، عدم رغبتك في انك تبرر مواقفك، او ما بتحبش تكون مع حد مش واثق فيك. فهو شايفك حاجة جميلة قوي، شايفك قاعد بمنتهى الهدوء والجمال. ايه القمر ده؟ ايه القمر اللي انتوا فيه ده؟ انتوا لو بنات ده انتوا بسم الله ما شاء الله قمرات. شوفوا قاعدة كده بمنتهى الهدوء، بترسم وبتخطط لبدايات او لاكتمال بدايات بالفعل انتوا بدأتوها، وكأن انتوا متأكدين ان القادم محتاج سلام نفسي، محتاج هدوء اعصاب، محتاج تكونوا مرتاحين نفسيا، مش محتاجين ضغوط، مش محتاجين شكوك، حد تشكوا فيه، حد تدوروا وراه، حد غامض، حد يصير فضولكم، حد يصير غيرتكم. انتوا عارفين ان اللي جاي لكم مش محتاج كل ده. متصالح جدا مع نفسك لأبعد الحدود. ما عندكش مانع انك تقول له انا بحبك وانت وحشتني وعمري ما احب غيرك، لكن عمري ما هكون معاك تاني لان انا تعبت. هو شايفك كده، ماليش دعوة. ولو هو بيسمعني طبعا عمره ما هيكون عندهم الجرأة يكتبوا يقولوا احنا سمعنا وانت صح. طيب، مشاعره الحقيقية ليك في الطاقة الحالية. مشاعره الحقيقية في الطاقة الحالية. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبك والعلاقات الأخرى. نسبة 85% الشخص ده ابتعد عنك لأجل طرف آخر، إما كان طرف متواجد بالفعل في حياته وحفاظا على علاقته بيه، أو خوفا من تهديد ما. أنا مصممة إن في طاقة تهديد على الشخص ده، أو اعتبار لالتزامات وشراكة مادية تركك، أو إن الطرف الآخر ما كانش موجود في حياته وما كانش فيه في حياته زوج أو زوجة، ولكن للأسف تم إغراءه أو استقطابه، جذبه عن تعمد، وكأن شريكك ندمان انه كان هدف سهل او صيدة سهلة، اما الاحلامه لانه جرى ورا شغفه في ايد، يعني حلمه كان في ايد طرف اخر. لو هو رجل فكان حلمه في ايد امرأة، لو امرأة فللأسف كان حلمها في ايد رجل. والشخص اللي كان يملك انه يقدم لشريكك شيء هو كان بيخدعه، لان شريكك كان هدف ليه كان مغري جدا جدا بالنسبة له. هتقول لي مغري ايه ده؟ وحش وشكله وعينيه ويعني ما فيش حد يقبله، بس انت كنت بتحبه، ما زلت بتحبه، وبالتالي في حد تاني كان عايزه. فالشخص ده ندمان جدا انه استسلم لوضع ما، سواء
زوج او زوجة بينهم التزامات، قيود مادية، متهدد بشيء من تجاه الطرف الاخر، التزامات زي ما قلت شراكة مادية او استسلم لشغفه اللي قدر شخص من خلاله يستقطبه لانه كان هدف ليه. شخص حاسس انه ما عادش يقدر يتواصل معاك نهائي، لا يقدر ولا عنده يعني لا عنده القدرة ولا عنده الجراءة ولا قادر حتى يقنع نفسه انه ما زال مسيطر عليك، لان الشخص ده كان لفترة كان دايما احساسه بيقول له ده انت مسيطر، دي تلف وترجع لك، هي هتلاقي زيك فين، ده انت شاب زي القمر تقعد على البساط وتنقي ست البنات، ولو كان رجل لو كانت امرأة فهي كانت شايفة ان هي يعني هي ست البنات بقى، ولكن انت عمرك ما تلاقي زيها، جمال ومال وجمال وشياكة وتفاصيل وأنوثة حاجة كده. فكان ضامن او كان عارف انه مسيطر عليكم. في الطاقة الحالية هو شايف انه لم يعد يستطيع السيطرة عليكم، وان انتوا اصبحتوا ابعد حد نفسه يقرب منه. الشخص دوت مكسور، الشخص ده شخص قلبه مكسور، ندمان، حزين. الشخص دوت بيتكلم بالليل كتير عنك، بيتكلم بصوت عالي، يعني ممكن يكون مثلا في حجرة لوحده هتلاقيه بيتكلم بصوت عالي كأن انت موجود معاه. ممكن يكون في مكان بعيد عن الناس، واقف على البحر مثلا ومفيش حد جنبه، تلاقيه بيتكلم وكأن انت قصاده، فخلاص يعني حتى فاقد السيطرة على انه يقول ايه وامتى. نقدر نقول مبروك الشخص ده داخل على طاقة هوس خلاص، يعني ممكن تلاقيه يوم يعني فترة كده وتلاقيه، عارفين الناس اللي ربنا يعافينا يا رب يمشوا في الشارع يتكلموا دي كانت حبيبتي دي كان ما هو ده ذنب ناس يا جماعة، والله ما ده ذنب ناس. يعني مش بعيد في يوم من الايام تلاقيه ماشي في الشارع بيحكي قصتكم للناس لكن مش هيقول اسمكم، ما تخافوش. فيعني هو لا حالته صعبة الله عارفين هم يبكي وهم يضحك، حالته صعبة، هو مكسور جدا، مكسور ومش لاقي حلول، ولكن حاسس ان هو اتكتب عليه انه يكون وحيد، وانه اتحرم من الامان، اتحرم من السعادة، خدعك، ربنا خلص ذنبك منه. بيتخيلك كتير جدا 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 فوق ما انت تتخيل. لو انت متخيل ان هو انساك فانا بؤكد لك الشخص دوت ما يقدرش ينساك ومش هينساك ابدا، لانه يعتبر الشيء اللي بيمنحه القوة او بيجدد فيه الطاقة مجرد ما يتخيلك، يعيش معاك بعض اللحظات بينه وبين نفسه، فهو كأن انت بالنسبة له عالم موازي بيهرب ليه او بيخطفه من الواقع اللي هو فيه. الشخص دوت عارف ان هو لازم يبذل مجهود كبير جدا، لازم يوجد حلول، لازم ياخد قرارات لتحقيق امنيته فيك، لازم ينهي علاقات ويحاول يجمع شمله بيك، يعني يبقى في جمع لم شمل، لازم يكون في احتفال، لازم يكون في زواج، لازم يكون في التزام بشيء. عارفين زي ما احنا بنقول عندنا في الزواج الميثاق الغليظ، هو شايف ان لازم يكون ده، والا ما عادش هيلمسك، مش هقول لك يلمحك، لان وارد يكون الشخص دوت معاك في العمل، لان في هنا امور ان انتوا لو قابلتوا بعض او في العمل، لما انا قلت لك هو انتوا الاثنين كنتوا بترسموا الخطه مع بعض في العمل، فوارد يكون بيقابلك، بس حاسس ان حتى يلمسك كده دي بقت بالنسبه له استحاله، مش ممكن، مش ممكن. الشخص دوت حاسس ان انت اتغيرت على ايده، ما اتغيرتش للأسوأ ولكن اتغيرت للأفضل، أصبحت أنضج، أصبحت واعي، بتعرف تضع حدود، بقى ليك اسم أو ليك مكانة معينة، أو اشتغلت في شيء، يعني اتجهت كده، خدت طريق لوحدك. شايفين الطريق اللي المفروض كنت انتوا تمشوا فيه انتوا الاتنين مع بعض، هو شايف ان هو تركك وسابك،
هو دخل الدوامة وانت كملت في طريقك، ولكن سبحان الله هو في الدوامة وانت مكمل في طريقك ومحدد اتجاهك، وبسم الله ما شاء الله قادر تحقق لنفسك اللي يمكن ناس كتير تتمناه. حتى ان كنت انت لسه ما وصلتش لده، هو مستشعر انك في يوم من الايام هتوصل لده، الامان والاستقرار والسعادة والفرحة اللي انت تستحقه، اللي انت تستحقه من وجهة نظره. هو شايف ان العلاقة دي كأن كل واحد اخد جزاؤه بس. طيب نشوف نواياه وخطواته القادمة. لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب بصوا بقى، من ساعة ما بدأنا القراءة مفيش ولا كارت نزل مقلوب إلا كارت الساحر. فالشخص ده شايف إن اللي واقف بينك وبينه طاقة أسحار أو حد متحكم فيه متلاعب، قدر يحرمه منك أو يكون سبب في إنكم تتحرموا من بعض. طيب معنى إن الكارت الساحر ينزل لي مقلوب بين الكارتين دول، يبقى الشخص ده كأنه معلق رجوعكم مع بعض مع زوال شيء. مجرد ما الشيء ده هينتهي، مجرد ما الشيء ده هيزول، مجرد ما الشيء ده هيرحل، وارد يكون برضو التهديد يخلص منه، فهيكون في حلول مش مستحيلة ولكن صعبة. صعبة مش عليك ولكن صعبة عليك، لأنه هيبقى كشخص بادئ من جديد من الصفر. انتوا متخيلين؟ يعني هو على يقين ان البداية اللي ممكن يجي لك وهو فيها هتكون بداية من تحت الصفر كمان، فعشان كده هتكون صعبة لكنها مش مستحيلة. لذلك هو في مشاعره ظهر ان هو حاسس انه لازم يبذل مجهود كبير جدا، ولكن هو شايف ان انت تستحق، يعني انت تستحق ده، وان انت شخص عندك ما عندك اللي يخليك ممكن لما يجيلك في اضعف حالاته او ما عندوش الامكانيات الكاملة يخليك تدي ظهرك وتكمل حياتك وتقول له انا ما عندتش هدف ليك، لان انت هتعتبر ان رجوعه ليك واضع في اعتباره ان انت او انت هتشوفه راجع يستغلك. فالشخص ده عايز يثبت ليك في حالة عودته، بس ده امتى؟ عشان ما حدش يقول لاسمان بتقولي انت ده راجع. الشخص دوت عارف انه مش هينفع يرجع غير لما يسقط عنه اما السحر او التهديد او الشيء اللي هو بسببه هو عاجز ومسلوب الإرادة. الشخص المتلاعب اللي في حياته ده مجرد ما هيزول هو هيجيلك، ولكن هيجيلك ضعيف، هيجيلك مفيش إمكانيات، هيجيلك مفيش كل حاجة. فهو مشكلته كلها ان انت هتشوفه راجع يستغلك، لان بطبع الحال هو مش هيرجع لك بوضعه، هيرجع بوضع تاني خالص. اللي كان متخيل ان انت لازم تحمد ربنا على ان معاك واحد زيه، وكأن القدر وربنا اراد ان الشخص اللي تعالى وتغر عليك واظهر ليك مزاياه اللي تخليه ضمك يقف قصادك باضعف حالاته، مكتئب وحزين، وانت هيكون ليك القرار انك تختار طريقك اما معاه او بعيد عنه. والله اعلى واعلم. طيب نشوف نصيحة الملائكة ليكم. خلال عام من الآن انت هتقدر، هتحصد وهتحصل وهتجني وهتوصل وهتحقق وهتنتصر. ده انت هتنتصر على نفسك، هتتفوق كمان على نفسك يا صاحب المجموعة. خلي بالكم ان انتوا التوقيتات. يا اسماء، يعني انا هقعد استنى سنة؟ لا مش عايزة القراءة دي. اقسم بالله والله بشوف الردود دي، مش عايزه القراءه. مش عايزه ايه القراءه يا جماعه؟ خلال السنه دي ممكن تبقى خلال سنه، ممكن الشهر الجاي، ممكن تكون كمان شهرين،
ممكن تكون بكره اصلا، ما هو خلال السنه بقى، ما هي السنه او خلال السنه الجديده، الله اعلم، في اول شهر من السنه الجديده. تمام. طيب الابراج اللي ظهرت معانا، بصوا الابراج المائيه كلها ظهر، السرطان والحوت والعقرب ظهروا معانا في القراءه. الابراج الترابيه ثور وعذراء وجدي، اسد، دلو، ميزان، حوت، جوزاء، ميزان تاني، قوس، اسد. الابراج الناريه والابراج الهوائيه ميزان وجوزاء ودلو وقوس واسد وحمل. ودي الابراج والطاقات، طبعا جميع الطاقات ظهرت معانا. وبكده حبايب قلبي قراءتكم تم، اتمنى يا رب ان الطاقه تكون وصلت لاصحابها. بحبكم من كل قلبي، واسفه جدا 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 لان النهارده القراءه الاولى طولت شويه، القراءه الثانيه طولت شويتين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.